بشرة كبيرة لكل المستثمرين في المجال العقاري. الدولة فعلا مهتمة بملفات التطوير العقاري والمشاكل اللي بتقابل المستثمرين بشكل الحقيقة يحسب لهم وشهادة ان فعلا الاهتمام بالملف من قبل قيادة كبير جدا. عشان كده خلال الأيام اللي فاتت الوزارة اعتمدت مجموعة كبيرة من التسهيلات، محاولات إلغاء نسب من المعوقات، التكاليف والغرامات اللي كانت تتعب المستثمرين بشكل كبير قوي. الملف ده كونه وصلنا مرحلة هي طبعا مش الشكل النهائي اللي بنتمنى ان احنا نوصل له، ولكن هي خطوة مهمة جدا وفيها كم من الاعفاءات والتيسيرات مهمة قوي. خليكم معانا علشان خاطر هنعدي على كل التفاصيل اللي اقرت دي دلوقتي، وانا متأكد ان هي هتخلي ناس كتير تحس بدرجات التفاؤل اللي ممكن بيها يقدر يتحرك في السوق المصري بشكل احسن. وان شاء الله الخطوات اللي بعد كده هتكون اميز، لان فعلا هي دي التوجهات سواء كان من القيادة في الوزارة او توجهات القيادة السياسية خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله. الحقيقة وزارة الإسكان عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت كمية من التيسيرات والإعفاءات في غاية الأهمية. أولهم مجموعة من الإعفاءات من غرامات التأخير، تختلف على حسب مدينة وعلى حسب الوحدات اللي موجودة، ولكن هي كلها نسب كبيرة. في بعض الإعفاءات من الغرامات لو حد هيسدد المتأخرات اللي موجودة بالنسبة له في خلال فترة 3 شهور من تاريخ القرار، ممكن توصل إعفاءات ل 90% من الغرامات اللي موجودة. الإعفاءات متقسمة بالنسبة للوحدات السكنية وصلت ل70%، وبرضو بتختلف على حسب المدينة. وبالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية اللي هي طبية أو فيها أي نشاط يتبع الأنشطة مش تجاري ومش سكني، دي نسبة الإعفاء بتاعتها 60%. وبالنسبة للوحدات التجارية نسبة الإعفاء اللي وصلت ليها في القرارات الجديدة 50% من الغرامات اللي كانت مفروضة عليها دي كلها أزيلت، وتم الإعفاء 100% من الغرامات بتاعت القسط الأخير لكل الوحدات. ودي طبعا أرقام مهمة وتفيد كل المستثمرين اللي كان بالنسبة لهم دي أحد الحاجات اللي تعمل عليهم عبء مالي كبير في ظل الظروف اللي موجودة مع تغييرات الأسعار والتكاليف في الفترة الأخيرة. كانت بالنسبة لهم عائق كبير وأثرت على معدلات التنفيذ ومعدلات الربحية بتاعتهم. فأعتقد ده خبر هايل جدا. الميزة التانية اللي بقت موجودة في التيسيرات دي هي التخفيضات على مصاريف التنازل اللي كانت لازم تدفع على الوحدات أو الأراضي في حالة التنازل عن الوحدة أو الأرض لطرف تاني. ودي كانت برضو بتبقى أرقام كبيرة لو حد محتاج إن هو يتنازل عن الوحدة أو الأرض بتاعته لطرف تاني علشان نسرع وتيرة التطوير والتنمية، لأن هو ده الهدف الأساسي اللي بتسعى ليه الوزارة والدولة والحكومة، إن يبقى فيه معدل تنمية أسرع. فكان أحد المعوقات هو مصاريف التنازل اللي بتدفع على الوحدات أو الأراضي. فتم إقرار إن في 70% من قيمة رسوم التنازل على الوحدات تم الإعفاء منها. أما بالنسبة لقطع الأراضي فالتخفيضات بقت بتختلف على حسب المدينة، بتوصل ل90% في حالات التنازل في بعض المناطق، وبتوصل في المدن الجديدة والمناطق اللي عليها طلب استثماري أكبر بتوصل ل50%. بس في جميع الأحوال بقى فيه تخفيضات كبيرة في رسوم التنازل. كل ملف على حسب المدينة بتاعته وعلى حسب موقفه المالي ونسب السداد اللي موجودة بالنسبة له، وهل في معدلات تنفيذ ولا لأ، دي كلها بتدرس في الملف بتاعه. ولكن في جميع الأحوال بقى فيه تيسيرات في رسوم التنازل علشان نسرع من وتيرة التنمية. الميزة الثالثة اللي موجودة في التيسيرات دي إن بقى فيه مهلة إضافية للأراضي
الصغيرة اللي كان فيها مستثمرين داخل واخد قطعة أرض علشان يبني عليها مبنى أو عمارة، وكان في بعض التأخيرات اللي موجودة بالنسبة له، تم الموافقة على مد مهلة إضافية للمتأخرين، برضو كل واحد على حسب الملف بتاعه وموقفه بالظبط، ولكن في جميع الأحوال هو بيستفيد بمهلة إضافية. تقدر حضرتك بتتوجه لجهة الولاية على حسب قطعة الأرض بتاعتك موجودة فين، وتعرف الموقف بالنسبة لك بالظبط، ولكن أكيد هتستفيد بالمهلة الإضافية دي اللي تخليك تعرف إن شاء الله تقدر تكمل مشروعك وتنفذه بشكل مميز. آخر نقطة أنا شايف إن هي من أهم النقط، إن النهاردة الوزارة بقت بتشوف المعوقات اللي كانت بتقابل المستثمرين وتحطها بعين الاعتبار، وتقدر تدي فترات سماح جديدة في حالة ان انت المكان اللي انت موجود فيه كان فيه مشكلة في توصيل المرافق، كان فيه مشكلة في مد الطرق، كان فيه مشكلة في ان انت تقدر تنفذ مشروعك او يتم تعامل عليه او بيعه او السكن فيه بسبب معوقات خارجة عن إرادة المطور أو المستثمر اللي كان مستعد إن هو يكمل، ولكن نتيجة عدم وصول الخدمات أو المرافق أو أي شكل من أشكال المعوقات اللي كانت خارجة عن إرادته، دولة النهاردة بتحطها في الاعتبار وبتقدم على أساسها فترات إضافية، كل واحدة على حسب طبعا الموقف بتاعها. لكن دي ميزة كبيرة لأن كان في ناس بتبقى مستعدة ان هي تكمل وتبني وتبقى جاهزة، وتوصيل المرافق بيبقى هو اللي فيه مشكلة علشان خاطر الالتزام بمواعيد الاستلام المتفق عليها. كل الكلام ده النهاردة الدولة بقت بتحطه بعين الاعتبار، وتدي في المقابل بالنسبة له فترات أطول وفترات سماح، سواء كان في الالتزامات المالية أو الالتزامات المرتبطة بمواعيد التسليم أو شروط التعاقد الأساسية مع الدولة أو مع جهة الولاية على حسب مكان قطعة الأرض. فدي الحقيقة مجموعة كبيرة جدا، وبتعكس قد إيه الوزارة والهيئة والدولة بتتحرك في ملفات تساعد المستثمر وتخلق بيئة استثمار في المجال العقاري اللي بيساهم بأكتر من ربع الناتج القومي دولة بالكامل. فدي يعني خطوة في غاية الأهمية، معناها أن الملف بالكامل مفتوح ومحطوط قدام متخذي القرار، يراعوا وبيشوفوا بعين الاعتبار كل الملفات المقدمة وكل اللي بيأثر على مسيرة إدارة عجلة التنمية بشكل كبير وبشكل مباشر. فالحقيقة تحية كبيرة قيادات وللدولة والاهتمام بالملف ده، واتمنى تتابعوا الموضوع ده معانا، واحنا هيبقى كل جديد يطرح من الوزارة او من الهيئة او حاجة تساعدكم وتيسر تخلي فعلا اهتمام بالتطوير والتنمية، لان ده اللي يهمنا كلنا لبلدنا الحبيبة مصر. شكرا ليكم، كنت معاكم محمد ابراهيم من الزيتونة العقارية. الزيتونة مهمة جدا، واعتقد ان هي هتفيد كم كبير من المطورين والمستثمرين. شكرا ليكم ودمتم في رعاية الله.